صباح الخير. جو هوا جدا. جو انا مش عارف احنا ليه كده. الحمد لله. الحمد لله، يعني جو هوا جدا ومطره. طول الليل تقريبا كانت بتمطر، وغير كده انه غالبا النهارده برضو طول اليوم هتمطر. المهم انه ده مش موضوعنا النهارده ان احنا عندنا حاجات كتير، عندنا يوم طويل ان شاء الله. اولا انا رايح الشغل دلوقتي، عندي تاسك المفروض يعني هنبدا فيها الساعه 9 والمفروض نخلصها قبل، او انا المفروض اخلص يعني اللي ورايا قبل الساعه 12 على الاقل او 12 ونص. ليه؟ علشان انا حاجز ذا اوديسي، هروح اتفرج في دريسدن. ليه في دريسدن؟ علشان دي السينما الوحيده الاي ماكس القريبه ليا، وهي سينما اي ماكس لسه فاتحه، فانا هجربها واوريكم يعني. هندخلها في هذا الفلوج. هنشوف هي موضوع اي ماكس ده هل هي فعلا اي ماكس، هنعرف يعني. انا هاخدكم معايا بقى وانا رايح دريسدن وانا راجع من دريسدن. الصراحه كله عشان خاطر الباشمهندس كريستوفر نولان. كل الناس بتقول اللي راحت اوديسي بتقول ان هو فيلم حلو جدا، فيستاهل. حتى لو هنروح يعني هركب قطر واروح مدينه ثانيه عشان اروح اتفرج عليه، بس هو يستاهل. احكي لكم على حاجه كده ليها دعوه بالشغل، حاجه غريبه شويه عند الالمان. ان هما بالنسبه لهم مثلا ليتس سي الشركه مثلا جايبه مكتب جديد لكل موظف. مثلا انت جزء من شغلك ان انت تقعد تركب المكاتب دي واحد ورا التاني، حتى لو الموضوع ده هياخد اليوم كله. يعني الوقت ايا كان هياخد وقت قد ايه وهيستهلك وقت قد ايه. حتى لو انت عندك ديدلاينز، حتى لو عندك شغل ايا كان، ده بالنسبه لهم شغل. واللي هو احنا عندنا في مصر مفيش الكلام ده. عندنا في مصر عادي في ناس معينه بتبقى بتشتغل في الشركه، هدفها ان هي تعمل الحاجات دي، اللي هو يصلح حاجه، يركب حاجه، مش عارف ايه، يساعد في الشيل والحط والكلام ده. عادي حد بيشتغل الشغلانه دي مفيش مشكله، بس هم ما عندهمش هذا الشخص. واعتقد ان ده طبعا تفويض فلوس 100%. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هم فعلا بطء مش طبيعي، واللي هو عادي جدا ان احنا ناخد وقت كتير جدا في ان احنا نخلص التاسكات بتاعتنا في الشغل. فده معناه انه ايه المشكله لما نضيع وقت شويه كمان في ان احنا نركب الحاجات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها اوريدي، او ان احنا نشيل ونحط حاجات وبتاع، بنغير مثلا حاجه في المكتب مش عارف ايه. طبعا مش بيشتغلوا في المحاره بقى واللي هو والبنا والحاجات دي، لا. بس قصدي عادي مثلا زي اكنك مثلا جبت حاجه من ايكيا مثلا، فاللي هو انت جبت حاجه من ايكيا هتقعد تركبها. هم كده نفس الكلام بالظبط، وفعلا بيعتبروا ده شغل وبيقدروا الشغل ده جدا. وده جزء من شغلك. انت ما ينفعش ما تعملش الكلام ده لو انت شغال في الشركه الفلانيه. عدنا مجددا. الحمد لله خلاص خلصت التاسك اللي انا كنت بعمله في الشغل. الدنيا طبعا بتمطر زي ما انتم شايفين. حاليا هتجه الى المنزل اللي هي الكافيتيريا بتاعه الجامعه بتاعتنا، عشان ممكن اشرب قهوه، اكل حاجه كده سناك، علشان بعد كده بقى نتجه الى دريسدن ان شاء الله عشان نروح الفيلم. وانا محتاج ابطل تصوير علشان المطره. طبعا لما لقيت الجو وحش والدنيا ابتدت تبرد، طلعت الهودي بتاع المهام الصعبه. حرفيا الهودي الاخضر ده اللي شافني قبل كده بتابعني على اليوتيوب عارف الهودي ده ظهر قبل كده كذا مره. حاليا مستني القطر. والمشكله انه دريسدن دي في العادي فيها قطر دايركت على دريسدن، بيبقى مثلا ساعه وتلت او ساعه. بس هو كل شويه بيحصل تصليحات، فبتلاقيه فجاه ضرب بقى ساعتين. يعني تركب كذا حاجه، قطر وبعدين باص وبعدين مش عارف ايه، عشان بس توصل دريسدن اللي هي مسافتها ساعه، بس عشان في تصليحات. عشان كده المفروض الفيلم ميعاده الساعه كام؟ الفيلم ميعاده الساعه 43 دقيقه. انا بتحرك الساعه 1، يعني القطر هيتحرك دلوقتي الساعه 1، فعشان يبقى في وقت شويه اتحركت بدري شويه. الحمد لله وصلنا محطة دريسدن أخيرا بعد عمر طويل. حاجة موقف طريف كده سريع، وأنا في الأتوبيس اللي هو يعني المحطة اللي قبل دريسدن على طول بنركب أتوبيس، ننزل من القطر ونركب أتوبيس. فكان في 3 شباب كده مراهقين، يعني 14 15 سنة، كانوا جايين بالعجل بتاعهم، بس هم كانوا متحركين بالعجل بتاعهم في الأتوبيس. ما عنديش فكرة ليه، هي كانت مسافة 10 دقايق بالأتوبيس، يعني كان ممكن ياخدوها بالعجل عادي لحد دريسدن، ما عنديش فكرة. المهم ان هم اتهزقوا لان هم كان صوتهم عالي، عادي مراهقين يعني. بس في بنت هي مش كبيره، هي تقريبا قدي، هزقتهم يعني بما معناه ان هو انتوا وترتوني. يعني هم عمالين بيتكلموا كتير 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 وما بيسكتوش وبتاع. بعدين في اتنين منهم سكتوا تقريبا، وفي واحد تالت مهزأ طبعا كالعاده. كلنا مراهقين وكلنا عادي يعني، مش عيب يعني. بس ما فضل برضه يعمل دوشه وبتاع. حاليا انا جبت قهوه، معلش انا ماسك المايك فمش عارف اوريكم القهوه، بس انا جبت قهوه يعني عشان لقيت نفسي الانرجي ليفلز بتاعتي مش في احسن حالاتها. فهشرب القهوه وبعدين السينما الحمد لله قريبه من محطه القطر، هي 5 دقائق بالترام او 8 دقائق مشي.
فدي حاجه كويسه يعني. الحمد لله هشرب القهوه واتجه الى السينما. دلوقتي قبل ما نخش الفيلم في حاجتين. اول حاجه حرفيا كل الناس اللي دخلت الفيلم بتشكر فيه جدا جدا جدا، فانا ما بحبش كده بصراحه، لان بيبقى فيه اكسبكتيشن عاليه، فانا بحاول اقلل الاكسبكتيشنز بتاعتي، حتى ان هو نولان، حتى لو كل الكلام ده، بس انا ايه مش عايز يعني اعلى قوي بالاكسبكتيشنز يعني. في هوا معلش بقى سامحوني. الحاجه التانية انه هنا مفيش بريك، فاحنا هنا انا هتفرج على الفيلم، معرفش هو مدته قد ايه، تقريبا ساعتين ونص حاجه كده يعني، فما فيش بريك. فانا غالبا هخش حمام قبل ما اخش الفيلم، وهجيب بقى كل حاجه، الفشار ومش عارف ايه، ومعايا ميتي ومعايا كل حاجه، بحيث انه خلاص يعني لا رجعه، وشربت قهوه وبتاع عشان افوق، فخلاص هنخش مش هنطلع. اللي انا فاهمه ان السينما دي موجوده من زمان، وانا فعلا فاكر ان هي كانت موجوده من زمان، لان احنا كنا بنعدي عليها كتير قبل كده لما كنت باجي دريسدن. هي الفكره انه الاي ماكس اللي فيها هو اللي لسه فاتح، عشان كده انا جاي اشوف الفيلم هنا يعني. طبعا اي ماكس بقى في ناس كانت بتقول ان هو 70 ملم، فهل هو هيبقى فعلا هو ولا 70 ملم ده موجود في سينمات معينه بس في العالم؟ ما عنديش فكره الصراحه، بس انا جاي يعني خلاص قلت واي نوت. كده كده سعر التذكره مش فارق كتير عن العادي، هي بس فكره المشوار، ولكن كله فدا الباشمهندس كريستوفر نولان. ادي السينما اهي، هنخش دلوقتي. طبعا الطوابير رهيبه، انا كده كده حاجز يعني. بصوا يا جماعه الطوابير دي طلعت على السناكس فانا مش عارف بقى هل اجيب بوب كورن ولا خلاص بقى، عشان الفيلم خلاص المفروض هيبدا يعني. طب يا جماعه انا لسه خارج من الفيلم، وده احلى فيلم انا شفته في حياتي باي فار. يعني انا مش عايز احرق طبعا عشان الناس اللي لسه هتتفرج، بس حقيقي حقيقي احلى فيلم انا شفته. انا مش عارف ازاي ممكن حد يعمل فيلم بعد ما الفيلم ده اتعمل. يعني انا ما اعتقدش ان في ممكن اي فيلم يتعمل في المستقبل، ولا فيلم اتعمل قبل كده احلى من الفيلم ده بكل صراحه. طبعا كعاده كريستوفر نولان انا في الاول ما كنتش فاهم قوي، وغالبا الناس اللي هتبقى عارفه عن الجريك ميثولوجي اكتر وبتاع ممكن يبقوا فاهمين اكتر مني شويه. يعني اول مثلا ساعه الا ربع من الفيلم انا مش فاهم، والموضوع ده كان مستفزني شويه بصراحه. بس طبعا كالعاده حتى للي مش فاهم هو بيوصل لك القصه، انت وصلت لك 100%. يعني انت بتتفرج، انت وصل لك القصه من اولها لاخرها بعد مع نهايه الفيلم. وكمان الصراحه الاي ماكس اعتقد ان هو فرق، لانه السكرين غير ان السكرين كبيره، الصوت بيفرق جدا متهيألي. يعني اصل الفرق كبير ما بين الاي ماكس والسينمات العاديه، حتى لو مش اي ماكس اللي هو 70 ملم اللي هي متصوره بيه، بس اللي هو ستيل برضه انا حاسس ان هي بتفرق. الصوت رهيب بصراحه. وكل الناس كمان كانت بتقول ايه، عشان كان بيقول على اوبنهايمر المره اللي فاتت ان هو المره اللي فاتت بتاعت نولان، يعني ان هو كان قال خشوا في اي ماكس ومش عارف ايه، والناس دخلت وما حسيتش بحاجه وبتاع. لا المره دي لا، الصوت في اي ماكس مختلف تماما، والصوت يعني اكسبيرينس مش طبيعيه بصراحه. انا جيت ساعتين وهرجع في ساعتين، بس تستاهل 100%. نو ريجريتس اتقول. انا حاليا داخل محطه القطر بتاع دريسدن اهو. الساعه دلوقتي 7 اعتقد، او 7 ل 5 مثلا. القطر اللي انا هاخده ميعاده الساعه 7 و10، هاخد ساعتين في الطريق، ابروكسيمتلي ساعتين، which is fine عادي يعني، ما فيش مشكله. كده كده انا اليوم النهارده ما كانش ورايا اي حاجه، وشفت فيلم من احلى الافلام في التاريخ، ف مبسوط عادي. حاجه كمان سريعه كده، انا طبعا كنت داخل انا جبت فشار تمام. انا تعبت وانا باكل الفشار من كتر ما هو كبير، انا ما كنتش عارف ان هو هيبقى كبير للدرجه دي. واللي هو انا غالبا المرات اللي فاتت لما دخلت السينما في المانيا ما جبتش فشار غالبا تقريبا يعني، بس اللي هو برده ما اعرفش، بس انا جبت فشار حجمه نورمال طبيعي، طلع كبير زياده عن اللزوم. فطبعا غير بقى ان انا ما كملتوش يعني، كل شويه انا بجد تعبت وانا باكله شويه وبعدين اخد بريك، واكله شويه واخد بريك. اعتقد انتم ممكن تبقوا متخيلين المشهد ده. وانا بقعد، فانا كنت قاعد يعتبر في حته في النص كده، فطبعا ايه وقعت كميه فشار مش طبيعيه. وبعدين واحنا قايمين بقى بعد ما الفيلم خلص، فالبنت بصت لي، البنت كانت قاعده جنبي، بصت لي كده بصت اللي هو لما شفنا بقى يعني احنا ما كناش شايفين الفشار اللي وقع ده، فلما شفناه البنت بصت لي اللي هو انت اللي عملت كده انا هربت الصراحه. بما ان القطر موجود، القطر اهو اتجاه لايبزيج، بس انا مش هنزل في لايبزيج، هنزل قبليها وبعد كده هركب لكامنت، فاعتقد نركب القطر بقى خلاص يعني، مش لازم نفضل قاعدين. للناس اللي بتحب تروح السينما عندي اقتراح ليكوا لطيف. انا طبعا اكتشفت اختراع ان انا اروح السينما لوحدي ده من قد ايه، من 10 سنين مثلا، 8 9 10 سنين حاجه كده، وانا كنت لسه في المدرسه يعني. بس يا جماعه انا شايف ان احنا لازم كلنا، اي حد بيحب يروح السينما، في افلام معينه كده المفروض تروحها الاول لوحدك، علشان ما تبقاش افكتد خالص باي حد حواليك، واللي هو تاخد الاكسبيرينس بتاعه الفيلم
كلها من اولها لاخرها، انا شايف كده يعني. وبعد كده ممكن بقى تروحوا تاني مع اصحابك وتتكلموا فيه وهكذا. بس انا حاسس انه يعني فكره الاكسبيرينس بتاعه ان الواحد يروح السينما لوحده دي يعني من اهم الاكتشافات اللي انا اكتشفتها في حياتي، وانا بقالي كتير جدا بعملها وبحب اعملها. ولا مره رحت السينما لوحدي وحسيت ان انا كنت ميسنج اوت اون حاجه، ولا ان انا ما اتبسطتش. يعني حاسس ان السينما من اهم الحاجات اللي الواحد المفروض اصلا يبقى متعود يروحها لوحده ريجولرلي. بس كده يعني ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. مش عارف الفيديو هيبقى طويل ولا لا، بس يعني خدتكم معايا من اول اليوم. يعني ده اكزامبل كده للايام اللي انا ببقى عايز اعمل فيها اكتيفيتي. طبعا الاكتيفيتي المره دي كانت فيها شويه فرهضه عشان رحنا لحد دريسدن وراجعين دلوقتي اهو. بس ورث الصراحه زي ما قلت واتبسطت جدا الحمد لله. يعني طبعا اي سترونجلي ريكومند اي حد ما شافش ذا اوديسي يروح يشوفه. اي حد بيحب السينما يروح السينما لوحده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. خلوا بالكم من نفسكم واشوفكم المره الجايه ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.